السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تانية إعدادي في قناتكم ذكالي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص فاضل أيام قليلة جدا ويمكن ساعات على امتحان اللغة العربية الترم التاني، علشان كده هنحل مع بعض النهاردة امتحان مهم جدا في مادة اللغة العربية واللي فيه أسئلة متوقعة بنسبة كبيرة. فركزوا معايا يا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية، لأني هقول لكم على نصيحة حرفيا من ذهب تعملوها قبل امتحان العربي. لو عملتها ان شاء الله اوعدك هتدخل تقفل امتحان العربي او على الاقل تجيب درجة ممتازة فيه. قبل ما نبدأ في حل الامتحان انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا اول باول. اولا القراءة من موضوع لغة خالدة. بقولك لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة أنها غدت لغة العلم والأدب والسياسة والحضارة على اختلاف ملامحها، سواء كانت فارسية أم يونانية أم هندية، وجمعت بينها في تلاحم رائع. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. مرادف جمعت يعني عبرت ولا وفقت ولا أضافت ولا وحدت؟ طبعا معناه هنا أضافت. طب بيقول لك مضاد تلاحم يعني تحرك ولا تنافر ولا انحدار ولا هبوط؟ مضاد تلاحم يا شباب. طب هو معنى تلاحم ايه؟ معنى تلاحم طبعا يعني تمازج، مضادها تنافر وانفصال، يبقى هقول له الإجابة رقم 2. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما الذي يشهد على تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرى؟ ايه الشاهد على تأثير اللغة العربية يا شباب؟ هقول له وجود الآلاف من الكلمات العربية في اللغات الغربية. طيب علل للغة العربية أهمية كبرى، وماذا تتيح اللغة العربية لمتعلميها؟ هقوله ده مهمة لأنها المفتاح إلى الثقافة العربية، وبتتيح لمتعلميها إيه؟ الاطلاع على تراث الحضارة العربية الإسلامية التي كانت مرجعا مهما لعلماء الغرب. طيب بعد كده شباب معانا بقى قصة كفاح شعب مصر. بيقولك ضع علامة صح أو خطأ. أعلنت بريطانيا إلغاء الحماية على مصر مع الاحتفاظ ب4 تحفظات. أيوة صواب صح. طب كانت الأحزاب المصرية تتعاون من أجل مصر؟ لا غلط، ده طغت الأهواء والمطامع الشخصية على زعماء الأحزاب وكانوا بيتصارعوا ما بينهم على الحكم. بقول لك كان لمشروع السد العالي آثار إيجابية على الزراعة في مصر، وضح ذلك. سؤال مهم جدا. هقول له أيوة طبعا المشروع ده كان ليه آثار إيجابية على الزراعة، حيث أسهم في تحويل 2,000,000 من الأفدنة من الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية، وكمان ضمن لمصر زراعة 700 ألف فدان من الأرز سنويا، فده جعل مصر من أكبر الدول المصدرة للأرز. طيب بيقول لك ما الفرق بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة كما بينتها ثورة يوليو؟ سؤال مهم جدا. هقوله الحرية الكاذبة هي الحرية في أمة فقيرة لا تملك أقواتها وتعيش عبئا على سواها، ولا يجد أبنائها ما يستر العورة ويمسك الرمق وتفر من أبنائها عند الشدة. أما الحرية المصونة فهي الحرية بقى اللي بتحميها المزارع والمصانع ويرهبها الأعداء ويحرص على صداقتها الأصدقاء. طيب قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده، حابب أفكركم يا شباب إننا عملنا ملخص لأهم الأسئلة المتوقعة في قصة كفاح شعب مصر، واللي ممكن تجينا في أي امتحان لغة عربية إن شاء الله. هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت، لازم تشوفوه لأنه مهم جدا. وكمان تقدر تحصل على ملخص القصة ده في شكل ملزمة PDF سؤال وإجابة لو أنت من الناس اللي اشترت ملازم الدراسات الترم التاني. هسيب لكم رابط التواصل مع خدمة العملاء في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت لمعرفة تفاصيل الملازم وخصم 70% اللي موجود على الملازم دي. بعد كده معانا أسئلة القراءة متحررة المحتوى. بيقول لك نحن لا ننكر فوائد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تسهم في اكتساب خبرات وإنشاء صلات بإمكانه الإفادة والمساعدة في أمور شتى، كما تسهم في خلق فضاءات لتلاقي أهل الميول الثقافية والفنية المتجانسة، علاوة على القدرة على التعبير عن الواقع بحرية مع تعزيز الثقة بالنفس وصقل المواهب. إلا أن المشكلة المطروحة تكمن في أننا اتجهنا بشكل شبه جماعي إلى الجانب السلبي لهذه الوسائل والمواقع، وتركنا الدرر والمرجان والجواهر، فصرنا لعبة محكوما عليها بالاستعباد والاستهلاك المؤدي إلى الخسران. بيقولك أكمل ما يلي. مفرد مواقع، هقوله طبعا موقع. طيب معنى كلمة شتى؟ هنا بيقول لك والمساعدة في أمور شتى، يعني أمور مختلفة، يبقى أقول له معنى شتى
مختلفة. طيب ضع علامة صح أو خطأ. اتجه الناس بشكل جماعي إلى الجانب الإيجابي لمواقع التواصل، الكلام ده صح ولا غلط؟ هقول له لا غلط، دول اتجهوا للجانب السلبي. طيب صار الإنسان مستعبدا من قبل مواقع التواصل؟ أيوة صح، صواب. طب بقول لك وضح فوائد مواقع التواصل الاجتماعي كما وردت بالفقرة. هقول له ايه بقى؟ هقول له المواقع دي بتسهم في اكتساب خبرات، وكمان بتنشئ صلات بمن بإمكانه الإفادة والمساعدة في الأمور المختلفة طبعا، وكمان بتساهم في خلق فضاءات لتلاقي أهل الميول الثقافية والفنية المتجانسة. كمان بتقدر إن هي تعبر عن الواقع بحرية، مع طبعا تعزيز الثقة بالنفس وصقل المواهب. أنا ما جبتش حاجة من عندي، الإجابة بتبقى موجودة في الفقرة. بقول لك هل ترى لمواقع التواصل الاجتماعي أثرا سلبيا على الروابط الأسرية؟ وضح إجابتك. يعني هتقول له هتقول له ليه؟ هتقول له لأ، هتقول له لأ ليه؟ طيب طبعا المواقع دي لها تأثير سلبي على الروابط الأسرية. هقول له نعم، لمواقع التواصل الاجتماعي أثرا سلبيا على الروابط الأسرية، حيث انشغل بقى الناس بالواقع الافتراضي والانغماس في هذه المواقع، والبعد عن التفاعل الحقيقي داخل الأسرة الواحدة، حيث أخذت هذه المواقع الكثير من الوقت من جميع أفراد الأسرة. كل الأسرة بتبقى ماسكة موبايل وعمالة تبص على الفيسبوك أو التيك توك، ومحدش بيتكلم مع التاني، فبالتالي هي أثرت فعلا سلبيا للأسف على الروابط الأسرية. بعد كده شاب معانا النصوص. من نص: الخلق كنز لا يفنى. الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. مرادف تترقرق يعني إيه؟ يعني تتحرك ولا تتدحرج ولا تنهال ولا تسقط؟ طبعا مرادف تترقرق يعني تتحرك. طب متى يستحق الإنسان أن يوصف بأنه رحيم؟ هقول له إذا كان قلبه يبكي قبل أن تبكي عيناه. طب الخلق هو الدمعة، ما الجمال في هذا التعبير؟ هقول له إيه؟ هقول له تصوير للخلق بالدمعة، وهو تعبير يدل على رقة الإنسان وشدة تأثره. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك كيف نعلم الناس مكارم الأخلاق؟ هقول له بأن نحيي ضمائرهم ونقربهم من الأخلاق الفاضلة ونبعدهم عن الأخلاق السيئة أو الرذيلة. النص اللي معانا بعد كده يا شباب نص الفلاح. بيقولك أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرة، فلا تبقي يدي قفرة بواديها ولا فقرة. اختر الإجابة الصحيحة. مضاد فقرا إيه؟ سهلة جدا. هقول له طبعا غنى، مضاد الفقر هو الغنى، الإجابة رقم 2. طب يشير البيتان لبعض أفضال الفلاح، وضح ذلك. هقول له أيوة، حيث يقوم الفلاح بتحويل تراب مصر بزراعته ذهبا، فلا تترك يده أرضا في وادي النيل إلا وحولها من الجفاف إلى الحياة والنماء، ومن الفقر إلى الغنى والرخاء. طب ما قيمة بدء الشاعر بأنا؟ طبعا هنا هقول له الافتخار والاعتزاز. طب أقول لك هات من النص ما يدل على أن الفلاح يستعين بالآلات الحديثة في الزراعات. هقول له إيه؟ سأنميها زراعات بماشية وآلات. النص اللي معانا بعد كده هو نص العلم واجب. العلم يعفي المرأة في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعرو الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب. أكمل ما يلي. مرادف المكاسب يعني إيه المكاسب يا شباب؟ يعني الأرباح. طيب لو قال لي مضادها هقول له إيه؟ هقول له الخسائر، برافو عليكم. طيب مضاد ثقل هو معناها إيه الأول؟ معناها مشقة وتعب، بيبقى مضادها خفة. مضاد ثقل خفة. بعد كده يا شباب معانا سؤال بيقول لك كيف يصلح العلم فساد الأخلاق والمذاهب والفكر؟ إزاي بيعمل كده؟ هقول له حيث يصلح العلم تفكير الإنسان بهدايته إلى الإيمان الصحيح وإزالة الجهل والخرافة عنه. طيب بيقول لك ما الجمال في قوله ثقل المتاعب؟ هقول له طبعا ده تصوير المتاعب بأن لها وزن وثقل. طب العلم خير معين للإنسان، وضح ذلك. هقول له طبعا حيث العلم ده بيخفف عن الإنسان المصائب ويساعده على تحملها وتجاوزها، وممكن أزود وأقول له كمان بيوسع له أبواب التجارة والرزق وغيرها من الأعمال اللي بتعتمد على العلم. طب ما الذي أكده الشاعر لقومه؟ أكد لهم يا شباب. أكد لهم طبعا إن للعلم باتفاق الناس آثارا محمودة وفوائد جمة، لذا من الواجب على الإنسان أن يظل يتعلم، لأن العلم نتائجه دائما إيجابية.
بعد كده معانا أسئلة النحو، وركزوا معايا قوي في القطعة دي. بيقول لك العمل عبادة فرضه الله على الناس وجعله عنوانا للتحضر، وأكثر الناس عملا أعظمهم منزلة بين الناس، وكم من دولة تقدمت وارتفع شأنها بفضل العمل. أعرب ما فوق الخط. عنوانا هنا تعرب إيه يا شباب؟ وجعله عنوانا للتحضر. عنوانا هتعرب مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الناس هنا تعرب ايه يا شباب؟ وأكثر الناس عملا أعظمهم منزلة بين الناس. الناس هنا تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب شأنها وارتفع شأنها بفضل العمل. هقول له طبعا شأنها هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب استخرج من الفقرة السابقة تمييزا. هقول له ايه التمييز هنا؟ هقول له كلمة عملا. طيب كم وبين نوعها. طبعا عندنا كم من دولة، ودي نوعها طبعا ايه؟ كم خبرية. طيب فعلا مجردا وبين نوعه. الفعل المجرد هنا ممكن اقول له مثلا الفعل فرضه، وده مجرد ثلاثي. طيب في افعال تانية؟ ايوه في افعال تانية مجردة يا شباب في الفقرة، اللي يعرف ايه هي يكتب لنا في التعليقات. طب فعلا مزيدا واذكر حرف الزيادة او حروف الزيادة. هقول طبعا تقدمت، ده فعل مزيد. طب حروف الزيادة ايه؟ التاء والتضعيف. طب اختر الإجابة الصحيحة. نكشف في المعجم عن كلمة عبادة. ها الإجابة رقم كام يا شباب؟ هقول له طبعا الإجابة رقم 2 عبدة. الميزان الصرفي لكلمة ارتفع هو افتعل ولا انفعل ولا فعلل ولا فعالة؟ هقول له طبعا الإجابة رقم 1 افتعل. طيب أجب بما هو مطلوب بين القوسين. كم طالبا استفاد من علماء مصر؟ حول كم الاستفهامية إلى كم الخبرية. هقول له إيه؟ كم من طالب استفاد من علماء مصر، وهحط علامة تعجب في النهاية. طيب رأيت في المصنع 22 عاملة و30 عامل. اكتب الأعداد بالحروف العربية وغير ما يلزم. هقول له يا شباب هسيب لكم إجابة السؤال ده واجب، حلوها واكتبوا لنا في التعليقات، عايزين نشوف مين هيجاوب عليه صح. وبكده يا شباب يكون خلص امتحان النهارده. هقول لكم بقى على نصيحة فعلا لو عملتوها هتفيدكم كتير جدا، وهتدعونا بعد امتحان العربي. كتير منكم بيبقى مش عارف يعمل ايه قبل الامتحان بيوم او يومين، علشان كده احنا عملنا لكم قائمة تشغيل فيها اهم امتحانات اللغة العربية المتوقعة واللي فيها اسئلة في غاية الاهمية. القائمة دي فيها حوالي 12 امتحان لغة عربية، يعني كلهم على بعض لو دخلت شفتهم مش هياخدوا منك ساعة ونص او ساعتين بالكتير. هسيب لكم رابط قائمة التشغيل في وصف الفيديو ده وفي اول تعليق مثبت، او هتلاقيها ظاهرة قدامك دلوقتي على الشاشة. اضغط عليها وروح شوف الفيديوهات دي لانها مهمة جدا جدا ليلة الامتحان، لان صدقني هتفيدك. وفي النهاية لو شايف انك استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا اول باول. سلام.